بيراميدز يحمل نادي الزمالك إلى قمة الدوري العام ويصل إلى النقطة 49. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في قناتكم الكورة تحت الضغط. النهاردة احنا بنحلل مباراة نادي الزمالك ونادي بيراميدز، وزي ما انتم عارفين اللي احنا بنهتم بالأساليب النفسية والعوامل والدوافع اللي بتأثر على أداء اللاعبين ونتائج المباريات. وطبعا التوب 7 هي قمة الأهداف والدوافع والعوامل النفسية اللي بتأثر على أداء اللاعبين وبتأثر على نتيجة المباريات والبطولة بشكل عام. ولكن المباراة النهاردة مباراة غير، المفروض اللي الدوافع 50-50، ولكن ده ما شفناهوش في الملعب. طبعا المفروض بيراميدز نازل يحارب عشان يفوز او يتعادل مع نادي الزمالك وبينافس على الدوري العام. ما حصلش وما شفناش الكلام ده طوال شوطي المباراة، والله ما حصل. بس انا حابب اللي احنا نخرج عن كل التحليلات، وفي 5 نقط بس اللي هنتكلموا فيهم. اول حاجة، محمود الونش مساك نادي الزمالك كان لازم ياخد الانذار الثاني في الدقيقة 20، وكمان بعديها الكارت الاحمر. يعني المفروض الزمالك من الدقيقه 20 يلعب ناقص لاعب، وده ما حصلش طبعا. النقطه الثانيه، ضربه جزاء على عمر جابر في الدقيقه 48، ضربه جزاء واضحه جدا. مسك زيكو في العرضيه اللي جات له في ال 18 في الدقيقه 48، الحكم ما حسبهاش. ده ما اكتفاش بكده، ده صفر بعديها مباشرة، ما انتظرش الفار. النقطة الثالثة، كورة المهدي سليمان اللي مسكها وطلع بيها بره ال 18، طرد للمهدي سليمان تقريبا في الدقيقة 60 أو 65. يبقى كده الزمالك كان المفروض يلعب في الدقيقة 65 ب9 لاعبين بعد طرد محمود الونش والمهدي سليمان. 4، أداء فريق بيراميدز طوال الماتش. في حد كان بيعتقد اللي ده هيبقى اداء بيراميدز، في حد صدق اللي ده اداء بيراميدز، في حد ما هوش عارف اللي لاعيبه بيراميدز مش عاوزه تروح ل 18 الزمالك ولا عاوزه تجيب جون. يلا لله الامر من قبل ومن بعد. النقطه الخامسه، اداء الحكم طوال المباراه. بيدي انذار للاعب بيراميدز عشان القدم في القدم ضد بيراميدز، حط رجله على رجل لاعب نادي الزمالك، وفي المقابل بيتغاضى على لعبتين كربون من بعض لمحمود الونش عشان ما يطردوش، وبيتغاضى عن ضربة جزاء لعمر جابر، وبيتغاضى عن طرد المهدي سليمان لما طلع بالكوره بره ال 18 وهو ماسكها. والله ده اللي انا شايفه اللي حصل طوال المباراه. الحكم بمساعده بيراميدز اهدوا المركز الاول للزمالك. السؤال هنا بقى، هل الاهلي هيعمل اللي عليه؟ هل الاهلي الماتش الجاي هيفوز على بيراميدز وبعدها هيفوز على الزمالك ويستنى اللي الزمالك يتعثر في اي ماتش من الماتشات دول؟ ده اللي هنشوفه الفتره الجايه. ولكن في النهايه ان الله لا يصلح عمل المفسدين. شكرا لكم والى اللقاء. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.